يا مساء الورد على عيونكم حبايب قلبي، مساء القمر عليكم وعلى كل اللي بيتابعونا. صديقتنا الجميلة عايزانا نعمل لها بودر الديمي جلاس. انا هعمله بطريقتين، الطريقة الأصلية والبودر. بس للأمانة البودر مش هيجي حاجة جنب الطريقة الأصلية اللي احنا بنعملها بالعظم. يعني لو انتي مثلا رحتي عند الجزار جبتي عظمتين 3 من عنده اللي هو بيبقى فيه النخاع ده، هتعملي صوص حلو جدا هيقعد معاكي فترة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت طعمه غني جدا جدا جدا. تمام. لكن البودر ده يعني حاجة كده بديلة، ويعني دسمه مش بيبقى عالي زي اللي احنا هنعمله مع بعض النهاردة. حاجة روعة الروعة، وهنعملها بطريقة الشيف الجامد جدا محمود عبد الله. الشيف محمود قديم جدا ما شاء الله وعنده خبرة جدا، فاخدت رأيه في بعض التكات عشان يطلع بالظبط معانا احلى صوص ديمي جلاس في الدنيا. هنبتدي بالصوص بالبودر، بودر ديمي جلاس اللي معانا ده زي ما احنا شايفين، وادي الشكل بتاعه. وهنجهز بولة عشان نعمل البودر بتاع الديمي جلاس. معانا معلقة توابل لحمة، تمام كده، معلقة كبيرة، وربع معلقة كبيرة روزماري، ده مطحون، روزماري مطحون، وكمان زعتر ربع معلقة كبيرة. وهننزل بمعلقة دقيق بس. انا بالنسبة لي مش عايزة الوصفة كتير عشان انا يعني مش هستخدمها، انا عاملاها بس عشان خاطرها. تمام. هنقلب بقى الكمية مع بعض، تقدري طبعا انت تزودي الكمية زي ما انت عايزة. هنقلب المكونات كلها مع بعض، واساسي تحطي عليه مرقة لحمة مكعب او 2 على حسب ما انت عايزة. تمام. ده طبعا لما تاخديه على النار وتزودي المية بتاعته وتبتدي تقلبي، هتحطي معلقة او مكعب المرقة، سواء بودر او مكعبات زي ما احنا شايفينه كده. حلو كده. احنا كده عملنا الطريقة البودر الديمي جلاس البودر. تمام. سهل جدا وسريع وما فيهوش اي تعقيد، بس الطعم بتاعه مش زي الاصلي، يعني هو بديل مش اكتر زي ما انا قلت. تمام كده، او زي ما قلنا مع بعض في اول الفيديو. هنروح بقى للصوص المذر صوص اللي هو بالعظم. حاجة زي ما احنا شايفين كده، انا العظم ده يا جماعة كان عندي من العيد وشايلاه في الفريزر، وكنت عايزة اعمل منه مرقة لحمة. تمام. بس طلبت بقى صوص الديمن جلاس، فقلنا ايه نعمله مع بعض بالعظم ده. هرص العظم، طبعا انا غسلاه كويس جدا، هرصه بقى في الصينية والفرن مفتوح، درجة حرارة يسخن، درجة عالية جدا يسخن. تمام. هدخله بقى على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، وهسيبه تقريبا ساعة بالظبط. تمام. درجة حرارة 180 زي ما احنا شايفين كده في الرف الوسطاني. طبعا هينزل لنا بقى كل الصوص الدهون اللي عليه ده الاول، وخليناه في الفرن، وهنيجي نقطع مع بعض الخضار اللي احنا هنحطه عليها. انا معايا حزمتين كرفس هقطعه زي ما احنا شايفين كده، ومعايا الجزر. انا مش هقطع الجزر قطع صغيرة، لا هقطعه قطع كبيرة، لان الصوص بيقعد على النار فترة طويلة جدا جدا جدا. تمام كده. هقطع الجزر معانا زي ما احنا شايفين، ومعانا لسه طماطمتين بس انا هحطهم في الاخر، و3 4 بصلات كبار. طبعا الخضار برضو على حسب الكمية اللي انت بتعمليها. انا طلعت بقى العظم هنا بعد مرور ساعة، هحط عليه بقى الجزر والبصل ومعلقة توم كبيرة. هنسيب الكرفس للاخر خالص. تمام كده. هدخله الفرن، هيقعد كمان ساعة. تمام. ما تقلقيش يعني، وما تقوليش ده بياخد وقت ودبكة، انت هتعمليه مرة يقعد معاكي سنة كاملة، ويمكن اكتر كمان من سنة. انا هنا قلبته كمان عشان عايزين نديله لون، يطلع معانا باللون البني، بس اوعي تحرقيه، لو اتحرق منك في الفرن الصوص هيبقى مر معاكي وهتبوظي كل حاجة، فخدي بالك ان انتي العظم ده ما يتحرقش منك. تمام. انا كده قاعد معايا ساعتين في الفرن، ومعايا ميه بقى مغليه هنا على النار. هنزل بكل العظم والخضار بتاعنا في قلب الميه المغليه. هننزل كل الكميه، وما تنسوش اللايك يا امارات، وقولوا لنا في التعليقات لو بتعملوه ولا مش بتعملوه. نزلت بكل الكميه، وهنزل بقى بالكرفس على الميه بتاعتنا. انا ما حطيتش الكرفس في الفرن عشان ما يتحرقش. ومعانا طماطمتين كبار، وده روزماري يا جماعه، حطيت معلقه كبيره روزماري، وكمان معلقة فلفل مطحون، ومعلقة توابل لحمة كبيرة.
هقلب بقى كل المكونات مع بعض وهنسيبه على النار. هو يدوبك بس اول ما ياخد اول غلوة هتسيبيه بقى توطي النار عليه. هنا بقى ده الدهون اللي نزلت من العظم، مش هنرميها طبعا، متطعمة بالخضار بتاعنا، يعني حاجة زي الفل. هناخدها في برطمان او كوباية كبيرة زي ما تحبي، وهتستخدميها في الخضار برضو او الطبيخ على حسب ما تحبي، زي السمنة بالظبط. ده كده معانا سمنة اهو، استفدنا منها برضو. وبصوا بقى هنا يا جماعة، انا اخد غلوة على نار عالية، بعد كده رحت موطية عليه النار تماما. هنسيبه بقى على النار قد ايه؟ انا سيبته تقريبا 8 ساعات، والنار واطية عليه جدا، يعني ما تخافيش مش هيسحب منك غاز. بصوا يا جماعة بعد 8 ساعات المية قصرت جدا جدا اهي، نقصت يعني تقريبا نص الحلة نزلت زي ما احنا شايفين. وكمان العظم يا جماعة اللي كان بصوا داخل بالدهون اللي فيه، بصوا العظماية بقت سلبوتة، يعني حاجة كده انضف من الصيني بعد غسيله، يعني ما شاء الله العظماية بقت مخلية من اي دهون فيها. بصوا يا جماعة، يعني لازم تسيبيه على النار لحد ما تلاقي العظماية نطفت بقت بالشكل ده، سواء بقى 6 ساعات 8 ساعات زي ما ايه توصل معاكي. ادي بصي انا لميت العظم على جنب عشان اوريكي ان مفيش اي حاجة في العظم تماما، فاحنا عايزين نسيبه لما نوصل للمرحلة دي. وهاخد بقى ايه اللي باقي منه، هجيب الهاند بلندر وهضربه. تقدري تضربيه في الخلاط او تصفيه بمصفى لو انت مش عايزة تضيفي يعني انا كان محطوط الجزر والبصل تمام، والجزر انا حطاه مبشور، مش مبشور، حطاه كبير يعني قطع كبيرة، فانا حبيت اني افرم البصل مع الصوص ده واستفيد بالبصل والجزر اللي في الصوص معانا تمام. فعشان كده اديته ضربة بالهاند بلندر زي ما احنا شايفين. وهنجيب بقى الصينية وصفاية. ليه صفاية؟ عشان العظم اللي كان في الحلة نزل منه فتافيت عظم صغيرة جدا، فانا حاولت ان انا اصفيه عشان كمان اتأكد ان مفيش اي عظم، قطع عظم صغيرة زي ما احنا شايفين كده. دي كانت اخر حاجة اهي، يعني العظم نزل في اخر الحلة مش في اولها كمان. هنشيل بقى العظم ده خلاص ونرميه كده، صفيناه وهناخده تاني على النار. دي الطريقة الصحيحة يا جماعة. هتاخديه على النار وعلى نار هادية برضو، انا كنت مشغلة 2 عين عليه على نار هادية تمام. هتفضلي معاه برضو لحد ما يتقل جدا، يعني هنا قوامه مش تقيل تمام. بصوا هنا يا جماعة انا سبته تقريبا قعد برضو تقريبا كده 3 ساعات، وفي خلال ال3 ساعات كنت كل شوية كده اروح اديله تقليبة عشان اتأكد انه مش هيشيط او يتحرق او يتقل او انساه على النار تمام. فكنت رايحة جاية بقلب فيه، وزي ما انتم شايفين عامل طبقة على الوش اهي، كنت بقلبه واتأكد انه مش لازق في الحاجة اللي انا حطاها فيه، يعني سواء حلة بقى او طاسة او صينية. بصوا هنا بقى انا عايزة اوريكم القوام بتاعه. بصوا يا جماعة قوامه تقل اهو، يعني هنا انت مش هتحتاجي ان انت تربطيه بدقيق ولا اي حاجة، تقدري تستخدميه على طول على اي حاجة هتحطيه عليها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا حاجة ما شاء الله زي الفل، وتسلم ايدك يا شيف محمود يا عظمة. بصوا الجمال. انا سبته بقى ليلة لحد تاني يوم عشان اشيله في الفريزر. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي، زي ما قلت لكم تقيل، تقدري تخففيه زي ما انت عايزه او تحطيه زي ما هو كده، دي حاجه ترجع لك. طريقه الحفظ بقى ازاي؟ انا عندي بتاع مكعبات التلج او اكياس، انا كان عندي واحد، الباقي كنت حافظه فيه الليمون، وباقي واحد بس عندي، فقلت هعمل فيه المكعبات ديت تمام. وتقدري كمان على فكرة تحطيه، يعني انا بأمانة ربنا والله يا جماعة حطيته، خدت يعني معلقة واحدة بس مش اكتر على شوربة الملوخية، والله العظيم ودى طعمها في حتة تانية خالص، كان تحفة. بس المهم انا غلفته بقى زي ما انتم شايفين كده، واحطه في الفريزر، اخد مكعب مكعب او 2 أو 3 زي ما تحبي، وهبتدي احطه في اكياس والفه. اخد منه ايه بقى؟ اطلع اكثر حته
واخدها زي ما انا عايزة، او تحطي على قد الطبخة زي ما انت حابة بقى تحفظيه. هو بيتحفظ في الفريزر وبيطلع معانا زي الفل زي ما احنا شايفين كده. ان شاء الله بقى يا رب لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش لايك وشير وتعليق حلو منكم. بشكركم شكرا جزيلا لو انتوا لسه معايا لحد دلوقتي، ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات بتحبوا تعملوا الصوص ده ولا دبكة ولا تعملوا البودر افضل لكم. وشكرا جزيلا لو لسه معايا لحد دلوقتي، شكرا جزيلا.